بما ان الفيديو ده طلع لك فانت اكيد مهتم بالسوق العقاري في مصر. انا محمد الحاوي وجاي ابين لك ازاي تستثمر فلوسك صح في العقارات. لو اتفرجت على الحلقتين اللي فاتوا يبقى احنا كده تقريبا حددنا اتجاهنا وحددنا المطور العقاري اللي احنا ممكن نتعاقد معاه. موضوع السعر ده موضوع شائك جدا عند ناس كتير، بس كل اللي اقدر اقوله لك انك بلاش تكون من اولوياتك انك تدور على ارخص سعر، يعني من الاخر ما تسترخصش، لان اكيد ورا السعر ده في سبب. وهنا انا بتكلم عن السعر قليل عن الطبيعي او متوسط السعر في المنطقه دي، في ظل ان الحاجه دي كويسه او حلوه جدا والمفترض ان هي تجيب لك عائد كويس من المبلغ اللي انت دفعته. واللي بيحدد متوسط سعر المتر في المنطقه دي عوامل كتيره جدا، اهمها اللوكيشن، الخدمات، الفيو اللي انت هتبص عليه، اسم المطور نفسه وقيمته في السوق بيفرق كتير في تحديد سعر المتر. وكل دي اسئله اول ما تجاوب عليها تبدا تعرف وتقارن الوحده بتاعتك او اللي انت بتدور عليها بوحده مشابهه تانية ليها، تبدا تقارن ما بين الاوبشن الاول والاوبشن التاني، وفي الاخر هتقدر توصل لاختيار المناسب بناء على البادجت بتاعتك. وعشان تبقى عارف، في اللحظه اللي بنصور فيها الفيديو ده متوسط سعر المتر الاداري 60000، ومتوسط سعر المتر التجاري 125000، والكلام ده كله في التجمع الخامس. هو طبعا ده ليه مميزاته وده ليه مميزاته، بس خلينا نتكلم عن ده في فيديو تاني، ده مش موضوعنا دلوقتي. انت بقى لو عندك اي سؤال يخص العقارات سيب لنا مسج او كومنت واحنا هنرد عليك فورا في سنتشري انفستمنتس.